السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل القرنبيط المقرمش بدون بيض كتير، ببيضة واحدة بس هتعملي احلى واجمل قرنبيط، وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. هيطلع طعمه حلو جدا ومقرمش معاكي، وبطريقة سهلة وبسيطة هنعمل احلى واجمل قرنبيط. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا مية بتغلي، حطيت فيها معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الكمون، وجبت واحدة قرنبيطة غسلتها كويس وقطعتها بالشكل ده، ونزلنا القرنبيط في المية اللي بتغلي. هياخد وقت قد ايه؟ بالظبط 7 دقايق وهيستوي وهيبقى كويس جدا. 7 دقايق وهنشيله من على النار. ويلا نعمل الخلطة مع بعض. عندي هنا كوباية من الدقيق، هضيف عليها ربع كوباية من النشا. يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. ويلا نكمل مع بعض. حطينا كوباية من الدقيق، عليها ربع كوباية من النشا، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ورشة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون. وكمان هنضيف نص معلقة من الهريسة، عليها نص معلقة من الثوم المفروم. وهنجيب واحدة بضاية وهضربها كويس زي ما حضراتكم شايفين، وهنفضيها على الخليط بتاعنا. هنجيب بقى كمية المية، هنحط مية بالتدريج، يعني مش هنكتر، هنحط شوية بشوية ونبتدي نقلب مع بعض، بحيث ان الخليط بتاعنا يعني ما يبقاش خفيف مننا ونضطر نزود دقيق تاني. هقلب كده في البداية بالراحة، وبعدين هزود مية وهقلب شوية بشوية. اول ما هنقلب وهيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هتبقى عجينة مش تقيلة ومش خفيفة، يعني بالسمك اللي حضراتكم شايفينه ده. بعدين هنحط اخر حاجة الخضار بتاعنا اللي هو بقدونس وشبت وكزبرة. هنحط حوالي معلقتين كبار من الخضار. هقلب كويس، وكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. ناقصها حاجة واحدة بس، هي اللي هتدينا بقى القرمشة الصح، وهتدينا طعم، يعني هتخلي القرنبيط بتاعنا كريسبي وحلو جدا. هي الخل، حطينا معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وهقلب كويس بالشكل ده. وكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. هنركنها على جنب ونبتدي بقى نعمل الخلطة الجافة. هنجيب برضو نفس الكوباية من الدقيق، وعليها معلقتين كبار من النشا، وهنضيف بقى مكون حلو جدا. هنضيف برضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعدين هنضيف بقى مكون جميل هيغير معانا طعم القرنبيط خالص، هو الفيجيتار. هحط معلقتين كبار من الفيجيتار، الحار او العادي حسب ما حضراتكم عايزين. وهقلب كويس، بس هنرش رشة بسيطة كده من الملح، ورشة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنقلب كويس. هنقلب الخليط بتاعنا ده كويس جدا. وبعدين بقى نجيب القرنبيط وننزله في العجينة السايلة، وبعدين نحطه في العجينة في الخليط الجاف بتاعنا. وفي اثناء ما احنا بنحطه في العجينة كده نكون مولعين على الزيت، بس الزيت بتاعنا ما يبقاش سخن قوي، يعني درجة الحرارة بتاعة الزيت وسط، بحيث ان القرنبيط بتاعنا يطلع مقرمش وما يحمرش معانا بسرعة. احنا مش عايزينه يحمر بسرعة، احنا عايزينه ياخد وقته عشان يبقى مقرمش معانا ويطلع لونه ذهبي وجميل جدا. هقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين بقى نبتدي نروح بقى عند الطاسة علشان نبتدي ننزل القرنبيط بتاعنا على طول. ويا ريت لما نحطه في الخلطة نحطه في الزيت على طول، يعني ما نركنهوش، لان لما بنركنه العجينة بتاعته مش بتبقى مقرمشة خالص. هننزل بقى القرنبيط في الزيت بتاعنا بعد ما سخن. زي ما قلت لحضراتكم الزيت ما يبقاش سخن قوي، يعني درجة الحرارة بتاعته وسط، عشان القرنبيط يطلع مقرمش ولونه ذهبي، ويطلع مقرمش ومستوي حلو جدا. هننزل كمية القرنبيط كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده.
من احلى واجمل الخضار بتاع الشتاء هو القرنبيط ده. حلو جدا وكله فوايد وجميل جدا، يعني مفيد جدا للكبار وللاطفال كمان. انا حطيت الكمية بتاعه القرنبيط، وبعدين هنبتدي بقى نقلبه كده بالراحة، وعايزينه ياخد لون واحد، يعني ما يبقاش لونه محمر قوي. هو اللون الذهبي ده بيبقى احلى لون للقرنبيط. اهم حاجة ان القرنبيط يستوي كويس في الزيت من كل الاجناب كده زي ما حضراتكم شايفين. هنقلبه كام مرة بحيث ان احنا ناخد منه، يعني يدينا احلى لون، يبقى لونه كله موحد ولونه جميل، ويبقى كله مستوي من كل الاجناب. هسيبه كده في الزيت حوالي 5 دقايق، واول ما يحمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هنبتدي بقى نصفيه كويس من الزيت ونخرجه على مناديل، ونكمل الكمية كلها زي نفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. ونحاول ان الزيت بتاعنا ما يسخنش قوي، يعني بمجرد ما نخرج القرنبيط نهدي شوية على الزيت ونبتدي نحط تاني، وكده نكون خلصنا كمية القرنبيط بتاعتنا، وبقت كله بالشكل اللي حضراتكم شايفين. احلى واجمل واسهل طريقة للقرنبيط، طعمه عسل وجميل جدا، والاولاد هيحبوه وهيلاقوه مقرمش وطعمه جميل و... وان شاء الله لما تجربوه اكيد هيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.